السلام عليكم. مبدئيا كده في واحد منكم كسب جايزه، كسب الساعه دي الهلو 10 من فيديو الوزمي. الفيديو اللي ظاهر قدامك ده وصل ل 19000 مشاهده، واحنا كنا قلنا احنا هنوزع فيه جايزه اللي هي الساعه الهلو، واخترنا من التعليقات من ال 300 وحاجه تعليق دول صاحب النصيب اللي هو محمد. ده الكومنت بتاعه، طبعا انا همنشنه في الفيديو ده، يتواصل معايا او يكتب لي رقمه وانا اتواصل معاه. انت يا معلم اللي كسبت الساعه دي. ومفاجأة تانية بقى ان في الفيديوهات الجاية كلها من اول الفيديو ده لحد عيد الفطر المبارك كل سنة وانتم طيبين، كل فيديو هنوزع فيه ايربودز مقدمة من شركة اف دي واي ومن صفحة اتش ستور. كل فيديو ايا كان عدد الفيديوهات اللي هننزلها، ولكن في شرط صغير قد كده وانتوا اللي هتساعدوني فيه، ان الفيديو يوصل 25000 مشاهدة. وده مش رقم يا جماعة، انا عندي فيديوهات كتير وصلت للرقم ده. همتكم معايا بقى لايك الجميل، كومنتاتكم، شير الفيديو عندك. اما في الفيديو ده بقى فاحنا هنتكلم عن سماعه من شركه انفينكس، من السماعات الاكثر اثاره للجدل. الناس بتعمل لها دعايه واعلان علشان شكلها بيجيب مشاهدات كتير، يعني شكلها تحفه جدا، منتشره بقوه، محققه مبيعات جامده جدا بس عشان شكلها. ولكن هل بقى امكانياتها زي شكلها؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. السماعه اللي معانا النهارده هي الانفينكس 3 لوب. حبيتها انت من الكرتونه يا معلم، انا عارف شكلها تحفه جدا. يلا بينا نبدا الفيديو، ما تنساش اللايك الجميل، شير بقى الفيديو في كل حته، ويلا بينا نبدا بالانبوكسنج. طبعا ده شكل الباكنج بتاعها من شركه انفينكس. طبعا شكل السماعه جامد جدا بره على العلبه. السماعه اسمها اكس بادز 3 لوب، طبعا بضمان كارل كير لمده سنه. طبعا ضمان كارل كير مشهور ومعروف، ناس محترمه جدا. طبعا دي تفاصيل السماعه، فخلينا كده نبدا مع بعض بالانبوكسنج. اول ما بنفتح الكرتونه كده بنقابل الشكل الحلو قوي 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 ده. بصوا هكلمكم الاول عن حجم الايربودز يا جماعه، كبيره نوعا ما، يعني شايف مداريه على صوابعي. وعشان اوضح لك مدى حجمها يعني، فدي البروتو بتاعت ابل، وده حجم الانفينكس. بص كده واضح جدا الحجم، لو حطيت دي تحت دي البروتو مش هتبان اصلا. ونبدا بقى مع بعض بالتصميم اللي هو ابرز ميزه في السماعه او في البادز دي. بص كده تصميم انفينكس الجامد جدا. تحت طبعا الوصله التايب سي، وعندك حته بلاستيك كده، وعندك الشفاف ده او الاكليريك عشان الناس بتزعل. والحته كده اللي فوق دي عباره عن غطا بيفتح بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا بيفتح بشكل حلو جدا، متين بصراحه. ومش عشان طبعا صناعه في مصر هنقول ان هي وحشه، لا والله الخامات محترمه جدا جدا جدا. ونطلع بقى السماعتين بالشكل ده، ودول شكل السماعتين يا جماعه بالمنظر ده. تصميم اكثر من رائع بالاطار الابيض ده والتجويف الذهبي ده. بصوا يا جماعه، تصميم بصراحه اللي صمم السماعه دي يعني حاجه تحفه جدا، مش قادر اوصف. العين شايفاها حلوه، يعني انت شوف كده لما تشوف حاجه تخطفك من النظره الاولى، هي السماعه دي حلوه، تتباع عشان شكلها، وهي بتتباع اصلا عشان شكلها. حتى وانت لابسها في ودانك فهي شيك جدا. وبص يا جماعه، فكره اللوب دي معناها ان الايربودز هنا مفيش فيها اي حاجه بتحتك بجوه الودان خالص، يعني جوه الاذن خالص مفيش حاجه بتخش جوه الاذن. هي فكرتها ان انت بتركبها فوق الودان، بتتعلق كده بالشكل ده كده فوق الودان، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بس هي دي فكرتها. ودي سماعه مريحه بالنسبه لناس كتير. ناس كتير ما بتحبش سماعات الجلد ولا العظم، بتوجع ودانها وبيجي لها حساسيه، في ناس عندها حساسيه من الموضوع ده اصلا. فدي اختيار مناسب جدا جدا، وهدفها وميزتها الاساسيه انها مريحه خالص، لو لبستها حتى 10 ساعات في اليوم مفيش فيها اي مشكله خالص. طب نيجي بقى لموضوع الارقام، نتكلم عن الارقام شويه. اول حاجه نتكلم عن اصدار البلوتوث. فاصدار البلوتوث هنا هو 5.3، ومدى الربط 10 متر. 5.3 دي حاجه كويسه جدا، بتخلي الربط بينها وبين الموبايل مش بيتاثر باي عوائق، وبيخلي الربط بيتم بسرعه كبيره جدا. مجرد ما تفتح البوكس او تطلع السماعه من البوكس بتربط على الموبايل مباشر لو انت رابط عليه قبل كده. اما بقى بالنسبه للبطاريه، فحجم البطاريه بتاعه البوكس هي 400 ملي امبير، وحجم البطاريه بتاعه السماعه نفسها، كل سماعه من السماعتين، هي 75 ملي امبير. ودي ارقام محترمه بتخلي السماعه دي تشتغل معاك لمده 30 ساعه متواصل، طبعا مع شحن البوكس والسماعتين. 30 ساعة على درجة صوت من 50 ل 70%، والبوكس والسماعتين بيشحنوا معاك في مدة ساعتين ونص. وبرضه دي ارقام مقبولة جدا بالنسبة لحجم وصوت السماعة. اما بالنسبة لفتحة الدرايف او مكبر الصوت، فهي جاية بحجم 16 ملي تقريبا، 16.2 ملي، وده حجم كبير الى حد ما مقارنة باي ايربودز تانية. بتيجي طبعا باربع مايكات عشان المكالمات، وده هنجربه دلوقتي. وبتدعم كمان الاي اي اي ان سي
عزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي اثناء المكالمات. نيجي بقى للتجربه العمليه اللي على ارض الواقع. بص، السماعه دي من الاخر كده سماعه كلاسيك، كلاسيك في كل حاجه، مش بتاع الدوشه. يعني انت لو شغلك طول النهار بره في الشارع، لا السماعه دي مش تنفعك اطلاقا. تمام. لو شغلك في مواصلات بقى وماشي في مواصلات، برضو مش تنفعك اطلاقا. راكب سكوتر، راكب موتوسيكل، راكب حاجه من الحاجات دي، مش هتنفعك اطلاقا. السماعه دي سماعه كلاسيك بتاعت مكاتب، شغل مكاتب. من الاخر كده السماعه دي اقدر استخدمها وانا في البيت، استخدمها وانا قاعد في المكتب بتاعي، استخدمها وانا في العربيه بتاعتي، في الحاجات، في الاماكن المغلقه، وانا في الجيم، وانا مثلا في اي مكان، لكن ما يكونش دوشه جامده. السماعه دي تجربتها معايا في الصوت كانت تجربه مذهله. تجربه صوت كان نقي جدا، صوت عالي ونقي، البيز والتريبل وكل الاوضاع اللي ممكن تتخيلها في موضوع الصوت، فهي حلوه وممتازه جدا. وفي عمق كده في الصوت، ولو حتى في ستيريو الصوت بيجي لك من هنا ومن هنا، ما بتحسش باي مشكله خالص، عميقه يعني، في عمق كده في الايه، في الدرايف بتاعها. ولكن احنا قلنا ان السماعه دي بتتركب على الودن من بره، يعني ما فيش حاجه حاكمه الصوت انه يدخل جوه ودانك بس. فعشان كده اي حد قريب منك لو بعيد عنك بمتر او متر ونص بيسمع كل حاجه لو انت معلي الصوت على الاخر. يعني بيسمع لو انت مشغل حاجه فبيسمع الصوت على الاخر، لو وطيت الصوت شويه فاللي جنبك مش بيسمع حاجه. تجربه المايك كانت تجربه جيده جدا في الاماكن المقفوله. تمام. لو انا بعمل مكالمه وانا هنا في المكتب في اي مكان مقفول، الصوت 10 على 10. ولكن طبعا في الاماكن المفتوحه هي مش معموله لكده، فالصوت المايك مش حلو في الاماكن المفتوحه، يعني 50%. اللي هو بقى ايه، لو في هواء هتلاقيه بيقطع، هتلاقي وش الحاجات دي، صوتك بعيد، الو مش سامع حاجه، الحاجات دي. تمام. السماعه طبعا فيها تاتش كنترول محترم جدا جدا، مرتين يوقف، مرتين يشغل، ممكن تعلي الصوت، ممكن تعمل حاجات كتير جدا بالتاتش كنترول. البطاريه بتاعتها حلوه، ما عانتش معاها خالص. البادجت بتاعها برده كويس، من 1300 ل 1500 جنيه بتتباع في مختلف الاماكن يعني، فده بادجت كويس جدا مقارنه بامكانياتها. فانا زي ما قلت لك هي سماعه كلاسيك تستخدمها في الاماكن المقفوله. تمام. ولو اضطريت انك تستخدمها في مكان مفتوح فهي مش عايزه دوشه جامده. يعني انا لو قاعد في كافيه اقدر استخدمها عادي، لو انا في الجيم اقدر استخدمها عادي، لو انا راكب عربيتي وسايق على طريق اقدر استخدمها عادي. ولكن بقى لو سوق ومواصلات وتكاتك وزمامير وحاجات من دي، لا لا، ما انصحكش خالص. بس يا معلم دي كانت التجربه باختصار. انا حبيت اوضح لك التجربه العمليه، قلت لك الارقام وقلت لك تجربتي معاها. لو عندك اي سؤال طبعا التعليقات مفتوحه، ما ننساش المسابقه، كومنتك الجميل بعد ما سمعت الفيديو. لو عجبك المحتوى اشترك في القناه، واشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.